السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم فيديو جديد. وقبل ما نبدأ فيديو النهاردة أحب أقول لكم إن حضراتكم وحشتوني جدا جدا، وسامحوني على تقصيري الفترة اللي فاتت أكتر من 3 شهور ما نزلتش فيديوهات، وربنا يقوينا جميعا ويقوينا إن شاء الله وننزل الفترة دي. فأرجو من حضراتكم دعم كبير للفيديو بلايكات وكومنتات عشان يبدأ يظهر، لأن أنا فعلا مقصرة جدا. بصوا بقى شقة النهاردة زي ما حضراتكم شايفين قد ايه تفاصيل حلوة قوي، راقية جدا من غير بقى كعكلة في الديكور. بصوا الجمال، الألوان كلها درجات الأوفايت. اه بصوا الجبسون بورد، الإضاءة نفسها. طبعا الشقة هنا تشطيب الشركة الهندسية ارت ديزاين، طبعا معظمنا عارف قد ايه شغل ارت ديزاين بيبقى فيه تفاصيل مش أي شركة هندسية تقدر تعملها. الشركة الهندسية هنا بتستلم، لو أي حد أول مرة يتفرج علينا، بتستلم الشقة على الطوب الأحمر، بتبدأ تنفذ من خلال بقى التعاقد معاكو. جبسون بورد، دهانات، محارة، سباكة، ديكور سواء كان فرش، بورسلين، سجاد، نجف، أدوات كهربائية، تأسيس كهرباء. كل الكلام ده كله حضرتك بتستلم الشقة على المفتاح بالطريقة دي بالتنسيق مع العميل. الشركة الهندسية بتعمل 4 مرات في السنة للتعاقد، شهر 12 وشهر 6 و 4 مرات كل 3 شهور بيبدأوا يعملوا تعاقد، بيفتحوا التعاقد في ال4 مرات دول. بصوا هنا بقى نبدأ نتفرج على الديكور. هنا انتري مودرن، درجات الجراي والاوف وايت، حتى التابلوهات وكل ده هم المسؤولين عنه. لو ركزنا بقى في تفاصيل الديكور هتلاحظوا ان هو مفيش حاجة بيعملوها بشكل عشوائي. بصوا هنا البرقع بتاع الستارة، بيعجبني كمان شغل الستار عندهم سيمبل قوي. الرجلين الستانلس والدخول الستانلس في اي اساس بتديله روح، وتحسي ان القطعة قيمة. ترابيزة ستانلس هنا، الفواصل بتاع الكوشنز برضو فيها لون الجولد، لان الترابيزة باللون الجولد، والاطار بتاع الفوتيه بتاع الانتري بنفس لون الجولد. حتى الانتيك والاكسسوارز كله داخل باللون الجولد. الحاجات المريحة دايما في الليفينج ان يبقى الانتريه بالطريقة دي، او الركنة. طبعا دي ركنة سرير، وطبعا الكنبة لو لاحظتوا ان هي القعدة بتاعتها عريضة من تحت، عشان المكان اللي بيبقى فيه التلفزيون بيحب الناس تريح تقعد براحتها، فطبعا بيبقى مريح اكتر من ان نعمل انتريه كلاسيكي او صالون. فالحاجات المودرن او الركنة بتبقى افضل. بصوا العرض بتاع الكنبة نفسها عامل ازاي اهو. وده مكان الليفينج، المكان صغير بس متقسم صح. عايزة نفصله بقى بالانتريه. بصوا هنا الكنبة مختلفة، القعدة مختلفة، والفتيل تحت الستارة. وجود اللون الأخضر في أي مكان بيديله روح حلوة جدا. والفواصل اللي هم عاملينها بالإزاز. بصوا يعني هنا الليفينج مكان صغنن، وفي نفس الوقت مفيش فواصل أو حوائط أو مكان مغلق، فحلو قوي. حتى هنا لو عنده ضيوف في بقى سيدات عاوزين يقعدوا لوحدهم رجالة، فأعتقد إن التقسيمة دي حلوة جدا. نيجي بقى للسفرة القمر دي، هي من تحت ستانلس. القعدة بتاعتها مش كبيرة بس حلوة على قد المكان. برضه شايفين الفواصل الإزاز مرسومة بشكل رائع. ده فاصل جبسون بورد. هنا بقى المطبخ حكاية، في ركنة صغننة كده. شوفوا جمال المطبخ وتفاصيله. برضه أرض زين هو اللي بيعمل تقفيلة المطبخ مع الأدوات الكهربائية اللي حضراتكم هتشوفوها دي. ألوان المطبخ حلوة قوي. البلاط التنسيق حلو جدا. هنا التلاجة والفريزر، ترابيزة في المطبخ، وركنة صغننة. يعني هي صغننة قوي بس حلوة، فكرتها حلوة اها. يعني ممكن نسميها بقى ميني ركنة، لان هي مش جاية ركنة خالص، بس حلوة قوي. مش مساحة المطبخ كبيرة، بس حاسة ان هي متقسمة صح. انتي بتحسي ان انتي مش محتاجة حاجة في المطبخ، معاكي ترابيزة، معاكي قاعدة كويسة صغننة، كل الأدوات الكهربائية متنسقة صح. هنا بقى الطرقة اللي بتودي لأوضة النوم. ودايما من تقسيمات الشقق الحلوة ان دايما ريسبشن والليفينج والصالون والانتريه بيبقى بعيد عن أوض النوم، وطبعا ده بيساعد على خصوصية أكتر. ده الحمام. بس طبعا بيعملوا أكتر من حمام.
بص، هو انا تقسيم الحمام عشان ما نشوف الحمام التاني شوفوا الفرق، كل حمام بيعملوه قطعة فنية مختلفة عن التاني. دي أوضة الولاد، برضو الفواصل الإزاز حلوة قوي. قد ايه الأوضة سيمبل ومريحة جدا. هنا مكتب، أرفف. أرفف بقى هنا حلو قوي عشان يستغل المكان اللي جنب الدولاب. الستانلس، الشرايح الستانلس بتدخل في تقسيمة الدولاب أو في السرير، بتدي كمان روح حلوة جدا وكمان مش مكلفة. فأفضل كمان إن تحطي مرايات لو حد عاوز يبقى الدولاب فيه شكل المراية. الستانلس ده أفضل من المراية كتير. المراية مع الوقت مع تقفيل الدولاب تحسي إن المراية بتنكسر على الجزء الستانلس في السرير وفي الدولاب. وكده الأوضة أول أوضة أطفال، ده الشكل النهائي بتاعها. مساحة الأوضة مش كبيرة بس متقسمة صح. هندخل بقى الأوضة التانية، دي أوضة برضو ولاد. بصوا بقى، رغم ان هما الاتنين اوضتين اطفال بس شوفوا التقسيمة هنا مختلفة. شايفين ظهر السرير متنجد برضو بشكل طوري، شرايح طولية، وبرضو الشرايح الستانلس في النص كده. الكومود مختلف تماما. ارت ديزاين مش بيشتري خشب جاهز، بيعمل خشب عمولة وعلى حسب المقاس، فبتحسي ان دايما بيتك او اساس بيتك مختلف. بصوا فكرة الدولاب فكرة حلوة قوي اهو. التنجيد برضو هنا في النص مراية بس تنجيد وفي شرايح ستانلس. الستاير برضو مدخل الكلام، تقسيمة الدولاب مع تقسيمة السرير مع الجزء بتاع الستارة من فوق. هنا طبعا الأوضة أوسع، حتى السجاد ارت ديزاين هو اللي بيجيبه برضو. هسيب لكم لينك صفحة بتاعتهم، اكتبوا لي في الكومنتات عاوزين اسيب لينك صفحة ارت ديزاين وارقامهم للتواصل معاهم. طبعا انا بحسب لك الشقة بالمتر، المتر شامل المحارة، السباكة، الكهرباء، الديكور، العفش، الاساس، كل حاجة شاملة المتر. هنا برضو ليفينج كده صغنن. بصوا هنا اكبر طبعا من اللي احنا شفناه اهو. تحت الشقة طبعا حلوة اللهم بارك. دعوة حلوة من قلوبنا لأصحاب البيت، ربنا يسعدهم ويهنيهم اللهم آمين. هنا مكتبة متقسمة بالجبسون بورد بشكل حلو جدا غير الشكل التقليدي اهو، من غير فزلكة. يعني لما هعمل جبسون بورد يا بنات، يا ريت الجبسون بورد يكون سيمبل بالطريقة دي، 100 ستارة وبالطريقة الحلوة دي، لكن الشغل الكتير في السقف مزعج مكلف صعب في تنظيفه. فاللي بيحب الجبسون بورد اعتقد ان مفيش افضل من التقسيم اللي حضراتكم شايفينه ده. شايفين هنا الطرقة، لسه مش شفناش الأوضة الماستر اهو. بصوا بقى هنا، هنا الدريسنج على جنب. بصوا التسريحة مختلفة طبعا. هنا كمان الحمام. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش لايك للفيديو وكومنت، ويا ريت دعم الفيديو لان فعلا بقالي فتره طويله ما نزلتش فيديوهات. فاتمنى الفيديو يوصل لاكبر ناس من المشاهدين. بجد وحشتوني جدا، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديده وتفاصيل جديده وديكورات جديده. واستمتعوا بقى بالغرفه الماستر القمر دي. اتمنى لحضراتكم مشاهده ممتعه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.